الدلو بقى، تعالى نتكلم عن الدلو في الراجل. الدلو في الراجل، وهنقول لك مفاتيحه ايه، وهنقول لك الابراج وازاي تتعاملي معاه، وازاي كمان تسيطري عليه. زي ما قلنا على الجدي، هيسيطر على الجدي ازاي؟ اجيب له سيره الفلوس ياما. انت الفلوس كل ما بتقولي له على الفلوس بتعملي له اعاقه ذهنيه وبتكرهيه في الستات، فخليكي دايما معاه في الفلوس. طب لو انت لسه بتعرفيه كرجل جدي وانت ماشيه معاه، انت مش هتقدر تجيب دي، هيروح يشتريها لك. لا انت مش هتعرف، معكش فلوس انت تقعدنا في المكان ده، هيروح يقعدك في المكان. اعملي معاه الحاجات اللي بقولك عليها. انت معكش فلوس نعمل كذا، هتلاقيه بيروح يعمل كده عشان يثبت لك ان هو حتى لو هيشحت الفلوس هيروح يعمل زي. نروح للدلو بقى. من هو رجل الدلو؟ رجل الدلو راجل عايق ومتضايق. يعني ايه يا كابي عايق ومتضايق؟ اقول لك، يحب يلبس، يحب يهتم بذاته ونفسه، يحب يبقى حواليه ستات كتير. هتقولي لي طب ايه الفرق ما بينه وما بين القوس؟ طب ما القوس لا، القوس هم عايزين يبقوا معاه، لكن الدلو هو بيروح لهم، هو حريف اصطياد، يحب يقعد يصطاد. يعني اي مثلا السرطان، لو جوزك سرطان وواحده جابته هقولك هي اللي جايباه، لكن في الدلو لا، هو اللي يروح يجيب الفريسه. يعني لما تعرفي ان جوزك دلو على علاقه بحد، اعرفي ان هو اللي راح جاب الحد. طيب الدلو يصطاد؟ والاصطياد بتاعه ممكن يصطاد كل يوم 20 فريسه طول ما هو ماشي. بيحب دي تبقى بصاله ودي بصاله ودي بصاله ودي بصاله ودي بصاله. يصرف لو انت ما طلبتيش، ما يحبش اللي يشتغلوا بجنيه. هتشتغليه بجنيه هيقلب عليكي الترابيزه ومش هتاخدي منه جنيه. لما تيجي واحده تقول لي هل هو يا كابي الدلو بخيل؟ لا مش بخيل. الدلو تاخدي منه لو انت مش مبينه له ان انت عايزه، لان هو عنده قرون استشعار في حته المصلحه دي. لو حس ان انت بتاخدي ربع جنيه مصلحه مش هيديكي جنيه، حتى لو في البيت، حتى لو مع اخواته، حتى لو مع الناس. هو كده بيحب ان انت تفضلي طول الوقت يا ده انت وقفت معانا، يا انت اديتنا، يا انت. لازم تحسسيه باللي هو بيقدمه لك عشان يديكي تاني. ما حسستهوش ياخد على خاطره قوي ويزعل، حتى لو انت اخته او مامته او صديقه ليه. ذكي لابعد الحدود، بيفهم الشخص جدا. ولو انت عندك اخوكي برج الحمل برج الدلو، هتلاقيه يقول لك صاحبتك دي 1 2 3 4، الناس دي كذا 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 كذا. هو فريز بشر. لو وريتي له بس صوره، لو سمحتوا، يعني احنا بنتكلم عن الدلو دلوقتي، فيا ريت نرد الرد بتاع الدلو، ما ندخلش ابراج تانية في النص. لو اديتي له صوره هيقول لك الصوره دي فيها 1 2 3 4 5. ذكاء رجل الدلو اعلى من ذكاء ست الدلو. رجل الدلو حتى في الشغل ذكي، يخطط، يعمل لك الحاجات اللي فيها تخطيط، استاذ في ان هو يخليكي ترسمي الرسمه، لكن هو ملوش في التنفيذ. ما تحطيش الدلو تنفيذ، يعني ما ينفعش الدلو احطه في الشغل في التنفيذ، احطه في ان هو يرسم لي الحدث، احطه ان هو يقول لي انت كذا هتعملوا كذا، لكن هو تنفيذ مش هينفذ، لان هو التنفيذ بيعمل له خنقه. جاتي مع حمل، جاتي مع الحمل زي كندا علوش وعمرو يوسف. هي حمل هو جدي، على قد ما انتوا بتشوفوهم اتنين محافظين قوي والدنيا معاهم كويسه، هي بتعاني، بس هي ما بتقولش، لان الحمل ما بتحبش تقول. مع الجدي علاقه وحشه. يعني هقول لك انت مش عايزاكي تقولي كده عن الحمل، لان الحمل من الستات هي انثى قوي. يعني انت لو متابعاني من زمان كنت دايما بقول ست الحمل انثى. ست الحمل بتقدر تعمل تراوج الاشخاص. يعني الحمل كنت بحب فيها ان لما بتشوف الخطأ ما بتعقبش عليه. وكنت دايما بديكم مثال لانثى الحمل، لو ابنها كسر الكوبايه وهي شافته بعينيها تعمل نفسها عبيطه، يجي الولد ماما عايزه ايه؟ خلاص يا حبيبي، وهي شايفاه بس عملت نفسها مش شايفاه، ماما عايزه ايه؟ نفس الكلام الحمل بتعمله مع اي برج، بس مع الحمل مش، مع الجدي مش هيجي. عارفه لو القوس
هتاخدي منه كل اللي انت عايزاه. القوس مع الحمل ولاد لذينه، بيعشقها. الحمل انثى، انثى في نفسها قوي. والحمل لما بتخش على اي مجتمع يحبوها، هي محبوبه جدا. يعني انا لما بقعد مع حمل يحبوني كمان. بس هي عيبها انت دخلتي مع شخصيه نرجسيه، لان الحمل عايزه هي انثى وهي بتحب الحياه وهي بتحب الشغل. يعني مثلا عندكم اسعاد يونس حمل، وعندك شريهان قوس، والاتنين اتجوزوا نفس الشخص نفس الراجل، رغم ان اسعاد تعتبر شريهان احلى منها. بس مين اللي كسبت؟ الحمل. لان الحمل بتاعت شغل، مين اللي بنت شغل؟ مين اللي عملت انتاج؟ مين اللي عملت برامج؟ اسعاد. مين اللي ظبطت الكفه؟ اسعاد. مين اللي اسمها متقرر دلوقتي؟ اسعاد. لكن القوس ما قدرتش تواجه اللي حصل لها، فابتدت ترجع كمان مع المرض. احنا عارفين ان المرض للقوس بيهد شريان، لان خلي بالكوا برج القوس اللي يهدوا المرض، بيخافوا من المرض قوي. اكتر حاجه تهد القوس المرض، في الراجل وفي الست بيخافوا. يعني القوس ماشي بنظام يقول لك يا رب خد مني كل حاجه ما عدا الصحه، في الست والراجل. فالشريهان وقعت من المرض. بس في كلام انا ما اقدرش اقوله. في كلام ما ينفعش يتقال. لما شريهان تقع، خلينا في الحمل. الحمل لما بيحط حاجه في دماغه لازم يوصل لها. الحمل لما بيحط حاجه في دماغه بتوصل لها، بدليل عندنا نموذج اسعاد في الحمل. هقول البنت اللي طلعت معايا دلوقتي هتنفصلوا مهما حصل، طولتوا قصرتوا في انفصال. يا اما انتي هتفضلي عايشه بلا روح، هتفضلي ميته. الحمل ورده، هتشيل الحاجات الوحشه وهتسكت وهتعدي بقى، بس مع اللي بيقدر. الحمل ممكن تشوف خيانتها بعينيها وتفضل ساكته، بس مع اللي يقدر. لكن اللي ما بيقدرش هيتعبك. القوس هيقدر، ان القوس طبعه طفل عامل زي حنين، فلما بيحس ان هو لا. الحمل في الست مش نرجسيه، في الرجل اقول لك في الست لا. الحمل في الست مش نرجسي، حرام عشان ما نحطهاش في حته النرجسيه. لا 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 لا، الحمل انثى قوي في نفسها. اللي بتقول لي انا عايزه صوره عشان مخنوقه، صوره غافه. الجوزاء اتكلمنا عليه،